أهلا بكل أصدقائي المتابعين والمستمعين. ده الجزء التاني من حكاية سيد الزلال، وده بناء على طلبكم في الجزء الأول في الكومنتات. أنا كنت مستني لما تنزل أجزاء أكتر علشان أعمل لكم حلقة كبيرة، بس أنا ما أقدرش أأخر لإخواتي طلب. وإن شاء الله أول ما تنزل حلقات جديدة هكون أول واحد ينزلها لكم. فاللي شاف الجزء الأول الجزء الجديد هيكون عند الدقيقة دي. ولو أول مرة تشوفها يلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ قصتنا بمشهد جوه لعبة، وبيظهر بطلنا وهو واقع على ركبه وتحت تأثير مهارة الشيخوخة المتسارعة ب100 ضعف، وبيكون اللي عمل فيه كده هي أخته واسمها شياو، وبيسألها هي ليه خانته مع إنه أخوها، فبتعرفه إنه لا شيء بالنسبة لها، هو مش أكتر من طفل يتيم أبوها تبناه، حتى إنه ما بيشاركهاش نفس الدم، فإزاي بيسمي نفسه أخوها؟ وهي عملت كده علشان تاخد منه القطعة الأثرية السماوية عين الحكم. وبتنادي على سونغ في، وبيشكروا سونغ في جدا لأن بدونه ما كانوش يقدروا يحصلوا على الأثر السماوي، وعلشان يستنزفوا عمره كله مرة واحدة بذلوا مجهود كبير جدا علشان يحصل على خنجر سارق الأرواح واللي تم طعنه بيه دلوقتي. فبطلنا بينادي على شياو وبيقول لها إنه تولى تربيتها بعد وفاة والدهم ودعمها خلال دراستها، وبعد ما وصلت اللعبة لعالمهم خاطر بحياته مرات لا تحصى علشانها، وهو دلوقتي ندمان لأنه أخطأ في فهمها. فبتعرفوا شياو إن بعد وفاة والديها فضل يتدخل في حياتها ويأمرها ويتحكم فيها، وبتعرفوا في الأول كنا محتاجين حمايتك وكنت مفيد لينا أنا وسونغ، بس بعد ما حصلنا على القطعة السماوية قيمتك الحقيقية اختفت. وبيجهز سونغ سيفه وبينادي على بطلنا وبيقول له اركض بسلام، وبيحاول بطلنا إنه يدافع عن نفسه بس ما بيقدرش، وبيقدر سونغ إنه يقتله. وبنرجع فلاش باك وبنعرف انه في سنة 2025 نزلت لعبة ملعونة، طالما ان الشخص ينام هيتم سحبه بالقوة داخل اللعبة، والعملة الوحيدة داخل اللعبة هي العمر، وإن الموت داخل اللعبة بيسبب فقدان العمر، وقتل الوحوش بيمنح العمر، ويقدر اللاعبين إنهم ينفقوا أعمارهم علشان يجيبوا قدراتهم من داخل اللعبة للعالم الحقيقي. علشان كده يقدر اللاعبين الأقوياء تمزيق الدبابات بأيديهم فارغة، ويقطع الطيارات بسيوفهم، والصمود في وجه الانفجار النووي بأجسادهم. ومن اللحظة دي انتشرت الفوضى، وبطلنا بيقول انه كافح علشان يفضل مع اخته وتحمل مصاعب لا حصر لها، وقدر انه يوصل لافضل 100 لاعب عالمي. وبعد المخاطر اللي واجهها وبينه وبين الموت خطوة قدر انه يتغلب على اطلال الحاكم وحصل على القطعة الاثرية السماوية عين الحاكم، وبيكون فرحان جدا علشان اخيرا بقى عنده المؤهلات ليوصل للقمة. بس كان تمن نجاحه هو الخيانة من عائلته الوحيدة، وبيرفض انه يتقبل موته والخيانة اللي حصلت، وبيقول لو كان يقدر يعيش مرة تانية هيقاتل علشان نفسه بس. وفعلا أمنية بطلنا بتتحقق، وبيرجع بالزمن للعالم الحقيقي سنة 2025، وبيتولد من جديد في اليوم اللي نزلت فيه اللعبة قبل 9 سنين. وفي صباح اليوم التالي بيكون بطلنا بيشرب كوباية القهوة، وبتدخل عليه أخته وبتكون غضبانة لأنه مش بيرد على مكالمتها، وبتقوله إن هي عايزة تدعم الأخ سونغ، هو ليه عامل من الموضوع مشكلة كبيرة. فبيعرفنا بطلنا إن قبل نزول اللعبة كان سونغ عيل سيس مشهور، وكانت شياو معجبته المهووسة. وسونغ بيبدو عليه الجمال من بره، بس في الواقع هو حقير جدا لأنه خدع كتير من معجباته علشان الفلوس والتمتع بأجسادهم. وعلشان أمنع شياو من التعرض للاحتيال كنت بمنعها دايما إنها تقابل الراجل ده، بس في النهاية اتهمتني إني بتحكم في حياتها. فشياو بتيجي قدامه وبتعرفه إنها عمالة تكلمه هو ليه بيتصرف وكأنه مش سامعها، وبتعرفه إن بسببه انخفض مرتبة سونغ من المرتبة الأولى للشهر ده، ولازم يديها فلوس علشان ترفع مرتبته. فبيقاطعها بطلنا بقلم على وشها، بتتصدم وقتها شياو وبتقع على الأرض وبتبصله وهي بتعيط ومش مصدقة إنه ضربها. فبيبصلها بطلنا بغضب وبيقول لها إنه ما عندوش وقت يتجادل معاها، بس لو فضلت تتكلم كتير فهيكسر وشها. وبيحدف عليها الفيزا وبيقول لها بغض النظر عن صعوبة السنوات اللي فاتت إلا إني ما لمستش منه حاجة، والنهاردة أنا هرجعلك كل حاجة، وعلشان والدينا أنا مش هنزل لمستواكي، بس اسمعي من دلوقتي أنا ما عنديش أخت زيك. وبيدخل أوضته وبيقفل الباب، وبيسيب شياو قاعدة على الأرض بتعيط. وبيقول بطلنا إنه في حياته السابقة علشان يحمي شاو ضيع فرص كتير جدا وتخلى عن استكشاف كتير من الكنوز السرية والأبراج المحصنة، وبيكون فضولي جدا وبيجهز حبوب منومة، وبيقول من غير العبء ده لأي مدى هوصل. ودلوقتي هيستخدم معرفته باللعبة في حياته السابقة علشان يفضل متقدم عن الجميع. وبيشرب المية مع الحبوب المنومة، وبيقول شياو انت دلوقتي لوحدك، وبتتكون حواليه طاقة كبيرة جدا. وبيقول سونغ فاي انا هقطع راسك شخصيا. وبيدخل بطلنا العالم اللعبة وبيوصل لقاعة الاختيار،
وبتذكر المرة الأولى اللي وصل فيها هنا كان قد إيه متوتر جدا لدرجة إنه استغرق عدة ساعات علشان يكمل الاختيار الوظيفي والمغادرة، بس المرة دي هيكون أسرع. وبنعرف إن في حياته السابقة كان اختار المحارب علشان يحمي شياو. هو ما كانش ضعيف بس مش مناسب ليه، وبيقول إن سرعة الحركة ورد الفعل أكتر أهمية. وبيقرر إن في حياته الجديدة هيختار القاتل، وأول ما بيختار تظهر له رسالة إن تم ربط قطعة عين الحكم بنجاح، والسمة الفريدة السلطة السلبية. عند دخولك اللعبة الملعونة هتحصل تلقائيا على أعلى مهنة ومهارة. فبيفرح بطلنا جدا علشان عين الحكم التصقت بيه بعد ولادته من جديد، وهو ده الحال مع القطع السماوية. فهي بتتعرف على مالكها حتى لو تم سرقتها، فهي بلا فائدة. وأكيد أنا ولدت من جديد بسبب كده، وبتتكون طاقة سوداء وبتدخل جواه، وبتجيله رسالة إنه تم اكتساب مهنة مخفية والتخصيص اكتمل، وإنه أصبح الظل. وبنعرف إن الظل أعلى مستويات المهنة المخفية للقاتل. وبيقول بطلنا إن هي مختلفة تماما عن المحارب، ومجرد اكتساب المهنة بيمنحه شعور بالقوة. وبتساءل بطلنا عن سلطة الحكم، فبتجيله رسالة إن سلطة الحكم هي السلطة البدائية الأكثر عظمة وقدما في الكون. قوتها تتجاوز القواعد والنظام، بس هو ما يقدرش يفعل السلطة دي مؤقتا لأنه ما يمتلكش السيادة، بس تأثيرها السلبي شغال. وبيقول لنا بطلنا إن في حياته السابقة ما كانش النظام معروف لحد السنة السابعة من نزول اللعبة، ولما تمكن لاعب قوي من مغادرة عالم اللعبة ووصل لعالم النظام، وقتها عرفت البشرية عن وجود قوة النظام. بس بعد سنوات محدش قدر انه يحصل على سلطة النظام، وما توقعش انه في بداية رحلته يكتسب قوة السلطة البدائية اللي بتتجاوز النظام والقواعد. وطالما اقدر اسيب عالم اللعبة الملعونة واوصل لعالم النظام علشان احصل على السيادة، اقدر بعدها افعل السلطة دي. وباين كده ان عندي هدف تاني في الحياة الجديدة. وبتجيله رسالة ان اكتمل اختيار المهنة ويجب اختيار اسمك المستعار. فبطلنا بيقول علشان مهنتي ولدت من الظلام هيكون اسم الظل. وبتجيله رسالة دخول عالم الحكام الملعون. هذه الأرض مليئة بعدد لا يحصى من الوحوش، وهم دائما على استعداد لتمزيقك وسرقة عمرك. اقتل الوحوش وستكسب أعمارا يمكن تداولها، لكن إذا مت في اللعبة هتخسر نصف عمرك سواء كان قابل للتداول أو لا. وبيظهر بطلنا في مدينة شيل، وبتكون منطقة آمنة مفيش فيها وحوش واللاعبين ما يقدروش يهاجموا بعض. وأثناء ما هو ماشي بيكون الناس حواليه مش فاهمين حاجة وإزاي دخلوا هنا، وفجأة بتظهر قدام بطلنا مجموعة من اللاعبين عادوا من قتال، وبيقولوا إن الوحوش البرية قوية جدا ولدغة واحدة جعلتهم نصف ميتين، مع إنهم زواحف من المستوى الأول. وبتكون معاهم بنت اسمها ليز، فبيسألوها هيعملوا ايه دلوقتي. فبطلنا لما بيشوفها بيعرف انها رمية سهام بأقواس قصيرة وانها فئة مخفية زيه. واول ما ليز بتشوفه بتكون عايزة انها تضمه لمجموعتها لانها بتكون عارفة انه فئة مخفية، وبتعرفه ان الوحوش بره قوية جدا وما يقدرش يتعامل معاها لوحده. حتى فريقهم تم القضاء عليه بضربة واحدة، بس بيرفض بطلنا فبيتضايق الفريق جدا وبيتريقوا عليه. بس ليز بتحس بشيء غريب ناحيته وبتطلب من فريقها انهم يتبعوه ويشوفوا ايه المهارات اللي بيمتلكها. ممكن يعرفوا معلومات جديدة عن الوحوش، وممكن كمان نشوفه هيموت ازاي. فعلا بيخرج بطلنا من المدينة والفريق بيتبعه، وبيوصل عند أرض الحكام. وبتقول ليز إن المكان ده غريب جدا ومحفوف بالمخاطر، مش عارفة ليه انتهى بيا الأمر هنا. بس مع السنوات خبرتي في الألعاب قدرت إن أكون فريق بسرعة. مع كده أول وحش واجهناه بره قرية المبتدئين مسح بينا الأرض ولا كأنه وحش مستوى أول. واحد من المجموعة بيقول إن سلاح القاتل مختلف عن سلاحك، فبيرد عليه مش السلاح بس، كمان هو أسرع مني وملابسه مختلفة كمان. فليز بتقول شكل لاعب الظل ده غير عادي، ومتابعته هتوصلنا لمعلومات مهمة. وبيشوفها بطلنا فبيفعل مهارة تلاشي الظل وبيختفي من قدامهم. فبتستغرب المجموعة من طريقة اختفائه، وبيقولوا أكيد دي مهارة سرقة أو مهارة أولية تمنحك الاختفاء. فبتقول لهم ليز خلونا نرجع وندور على طريقة نحسن نفسنا، لأن وجودنا هنا خطر جدا لأننا متنا مرة وانخفضت أعمارنا للنص. وبنرجع لبطلنا وبنعرف إن تلاشي الظل بتدخله في حالة التخفي لمدة معينة، والضربة الأولى بعد كسر الحالة بتزود الضرر، وإن المهارة زادت بمقدار واحد. وبيقول بطلنا إن فئة الظل عندها ميزة فريدة وهي إتقان التسلل، وده بيخلي من المستحيل على أي شخص أو حتى الوحوش إن هي تلاحظه في بداية اللعبة. وبنعرف إن مدينة المبتدئين ما بتحتويش على أي حاجة تحسن قدراتك الفعلية، هي مجرد مأوى للاعبين. وإن في اللعبة الملعونة
اللاعبين الضعفاء مش أكتر من فريسة سهلة للوحوش، وبيفتح بطلنا شاشة الحالة وبيظهر إن مستواه 1 والعمر القابل للتداول هو 0 والقوة 3/10 والتحمل 3 وخفة الحركة 8 والروح 5. وبنعرف إن فئة الظل منحته التعزيزات لكل إحصائياته وبيكون عنده 5 نقاط سمة. بيقول لنا إن معظم اللاعبين بيحطوا نقاطهم في القوة أو الروح، بس ده خطأ فادح لأن خفة الحركة هي المفتاح، وبيضيف كل نقاطه لخفة الحركة لأن الطريقة الوحيدة لقتل الوحوش هي زيادة سرعتك. وبيظهر قدام بطلنا زاحف من المستوى الأول، وأول ما بيشوف بطلنا بيهجم عليه، وبيعرف بطلنا انه الوحش اللي هاجم المجموعة اللاعبين اللي شافها، ومن الجروح اللي على جسمه فهم نقصوا جزء كبير من صحته. وبنعرف ان الوحوش لما بتقتل اللاعبين فهي بتكتسب اعمارهم ومنها بتقدر ان هي تطورها. وبطلنا بيقدر انه يتفادى الهجوم وبيفعل تلاشي الظل، والوحش مش بيشوفه فبيسدد بطلنا هجوم انفجار التخفي على رقبة الوحش، وبيقدر انه يقتل زاحف من المستوى الاول وبيحصل على 10 نقاط خبرة. وما توقعش بطلنا انه يقتله بضربة واحدة، وهو عارف ان مهاجمته من مخارة الرأس بيؤدي لإصابة خطيرة، بس الضرر اللي حصل ده جنوني. وبيعرف ان الهجوم لو جه من خارج رؤية العدو فالضرر يكون مضاعف، وبتجيله رسالة انه اكتسب 3 ايام من العمر القابل للتداول، واكتسب 54 سنة و155 يوم غير قابل للتداول. وبنعرف ان مات 5 اشخاص وخسر كل واحد منهم ما يقلش عن 20 سنة، يعني اكتر من 100 سنة. بس الزاحف امتصهم وحصل بطلنا على 54 سنة بس. ما بيهتمش لأن العمر الغير قابل للتداول بيكون مش مفيد في الوقت الحالي، بس بيتصدم بطلنا لما بتظهر له رسالة إن تم تفعيل عين الحكم وحصل على موهبة التطور اللانهائي، وبتتفعل لما يقتل الوحش بمفرده بيكون عنده فرصة يكسب نقاط تطور، وكل 24 ساعة بيحصل على 5 نقاط تطور. وبيعرف إن هي دي القوة اللي بتتجاوز القواعد والنظام، لأن في حياته السابقة ما سمعش أبدا عن أي حاجة زي دي. فبطلنا بيراقي هجوم الظل والطعنة الخلفية، وبتجيله رسالة إن تم إنفاق 4 نقاط تطور وتم ترقية المهارات بنجاح. وبيفرح بطلنا لأن قدرة التخفي دلوقتي بتستمر ل 15 ثانية وتضاعفت ل 32 ثانية. وبيقول إن لو كانت مهاراته تمت ترقيتها قبل كده لكان بإمكانه القضاء على زاحف بصحة كاملة بضربة واحدة. وبيظهر قدامه 2 من اللاعبين وبيستهزأ ببطلنا وقد إيه هو هزيل، ومع ذلك قدر إنه يهزم وحش بمفرده. وبيأكد البنت اللي معاه إن اللعبة دي سهلة، فبيلاحظ بطلنا وحش بين فروع الشجرة اللي فوق اللاعبين فبيفعل تلاشي الظل وبيختفي من قدامهم. وبنعرف انه ملك العناكب من الدرجة البرونزية وبينزل على الاتنين وبيموتهم. وبيعرف بطلنا ان ملك العناكب هو زعيم بدائي بيستمتع ب 1600 نقطة حياة، وما يقدرش مبتدئ عادي التعامل معاه، وبيكون تحت سيطرته عناكب صغيرة. بس بينتهز الفرصة وبيهجم على الزعيم علشان يختبر مدى قوته ومهارته اللي تم ترقيتها، وبيهجم بمهارة انفجار التخفي وبيتسبب ب 338 نقطة ضرر وبتلقى 9 نقاط ضرر. وبيقول إن الهجوم كان قريب جدا، بس كويس إن خفة الحركة عالية بما يكفي لتجنب الهجوم، لأن لو أصابه كان مات على الفور. وبيبقى في قمة سعادته لأن ضربته أحدثت أكتر من 300 ضرر. وبيبقى الوحش هايج جدا لأنها وحوش ذكية مش هتفضل واقفة وبتتلقى الضربات. وبينفذ هجوم تاني باستخدام الحجارة وبيطلع تخمينه صح لأنه بيقدر يسبب 300 نقطة ضرر، لأن الضرر الرئيسي بيجي من مكافأة هجوم التسلل وتعزيزات مهارات الفئة. علشان كده حتى رمي الحجارة هتسبب أضرار جسيمة، وكل اللي عليه إنه يستنى خروج تلاشي الظل من فترة التهدئة ويرمي صخرة وهي هتفعل المهارات، وبعدها يرجع تاني وينشط التخفي. وفضل يكرر الهجوم بتاعه وبيرن الجرس عالي جدا وبتتنشط لوحة المتصدرين، وبيكون تحديث المتصدرين في المدينة. وبتيجي رسالة إن اللاعب الظل قتل زعيم العناكب من المستوى البرونزي وهو أول واحد يوصل للمستوى التاني. فبيستغرب جميع اللاعبين إنهم لحد دلوقتي عمالين بيتقتلوا على إيد الزواحف وفي شخص قتل الزعيم، وبتسألوا لو في حد يعرف الشخص ده. وبتلاحظ مجموعة ليز الاسم وبيكونوا مستغربين إزاي عمل كده. وبنرجع عند بطلنا وبيكون حصل على 300 نقطة خبرة. وبنعرف إن في اللحظة اللي ماتت فيها ملكة العناكب تفرجت جميع العناكب، وبيحصل كمان على 46 سنة قبل للتداول. وكتاب اليد الجشع مستوى برونز، والخنجر متآكل مستوى برونز. وبنعرف إن كتاب اليد الجشعة كتاب مهارات القاتل بعد تعلمه بيقدر إنه يستخدمه على وحش ميت، بيمنحه فرصة 20% إنه يحصل على مكافآت إضافية. وما توقعش إن زعيم برونزي يسقط مهارة من الدرجة الأولى. وبتذكر إن في حياته السابقة
كان في شاب قوته القتالية متوسطة، بس علشان كان بيمتلك المهارة دي بقى واحد من أكتر اللاعبين طلبا، حتى إن كان عنده حارس شخصي بيرافقه دايما. وبيفكر شوية وبيقول إنه لو دمجها مع موهبة تطوره الغير محدودة، فده معناه إنه يقدر يزود معدل الإسقاط وكمية الغنائم. وفي نفس الوقت بنيجي على العالم الحقيقي وبنشوف شياو هي وصديقتها وهما رايحين المدرسة، وصديقتها بتسألها لو هتتصل بأخوها وتعتذر له لأن أكيد هو غضبان جدا، وبتعرفها انهم تخطوا الامتحان امبارح فهم هيروحوا في السر علشان يدعموا سونغ. فبترد عليها شياو انها ما عملتش حاجه غلط فليه لازم تعتذر. فبتستغرب صديقتها من رد فعلها وبتعرفها انه بيعاملها بشكل كويس جدا، وفي بعض الاحيان بتحسدها انها عندها اخ زيه. فشياو بتقول لها انه دايما بيتدخل في شؤونها وانها مكتفيه بالاخ سونغ. فبتسالها صديقتها عن اللي حصل لوشها، فبتقول لها ان هي اتكعبلت ووقعت. وبيستغربوا اول ما بيدخلوا المدرسه لان الطلاب بيكونوا متجمعين عند الفصل، واول ما بيدخلوا الفصل تتصدم صديقتها لان احد الطلاب واسمه تشانغ وي بقى شبه شفاف. وبيقول لها واحد من الطلاب ان تشانغ قال انه عايز ياخد قيلولة، ولما رجعوا يبصوا عليه كان كده. وبنعرف انه مش لوحده، بس دي حالة منتشرة في كل مكان. وبيقول الخبراء كل ما هتنام هتدخل في حالة الشبح ومحدش يعرف السبب. فصديقتها بتقول لها انها تتصل باهلها وتحذرهم وان لازم تتصل باخوكي. فبترد شياو بغضب انها مش هتتصل بحد لان الراجل زيه من الاحسن لو مات. وبنرجع عند بطلنا جوه اللعبه وبيكون نجح انه يطور يد الجشع، وبيبقى عنده فرصه من 20 ل 70% انه يحصل على قطعه اضافيه من الغنايم، وبيفعلها وبيحصل على نقطتين تطور و46 يوم قابل للتداول. فبيفرح بطلنا جدا عن نقطتين التطور، وبيعرف ان علشان يطور يد الجشع تاني محتاج 3 نقط. وبيقول قريب جدا هيكون عنده فرصة 100% يحصل على غنايم إضافية. وبيقول إن أكيد دلوقتي حكومات العالم عرفت اللي حصل والمزيد من الناس هتدخل اللعبة، وبيكون عايز إنه يسرع تقدمه. وبيبدأ إنه يجهز الأدوات اللي هيقدر يستخدمها، وبيقول إنه مش هيمر بوقت طويل وهتعرف الناس إن المهارات والمعدات جوه اللعبة نقدر نستخدمها في العالم الحقيقي، ولما ده يحصل هيغرق العالم في الفوضى. وبنعرف ان استخراج المعدات والمهارات بيحتاج شرطين، الاول ان اللاعب يوصل للمستوى العاشر، وتاني حاجة يبقى عنده عمر افتراضي قابل للتداول. وبيكون بطلنا محتاج يلاقي زعماء أقوياء علشان يحصل على نقاط أعلى، وبيسمع صوت مجموعة من اللاعبين في قتال مع وحش قريبين منه، وبيكون الوحش اسمه مفترس السرعة من المستوى التاني درجة برونزية. وبيدقق بطلنا من اللاعب اللي بيقاتل الوحش وبيعرف انه وانغ مينغ، وما توقعش انه يشوفه هنا. وبنعرف ان في حياته السابقة لما وانغ دخل اللعبة قدر انه يجمع فريق كامل من الفئة المخفية، وكانوا 6 لاعبين. وكانت فئة مينغ المخفية محارب الدرع المقدس، وعندها ضعف الإحصائيات الأساسية للمحارب العادي، وبتيجي مع مهارات لا تقهر فطرية. والتاني مهنة مخفية من الساحر، ومهنة مخفية من الرامي، ومهنة مخفية من الكاهن. وبيهجم الوحش على مينغ وبيقدر يتصدرها، بس طاقته بتقل جدا. والرامي بيقول ان الزعيم سريع جدا وهجماتهم البعيدة ما بتوصلش، فبينادي مينغ على المعالجين علشان يبقوا على قيد الحياة، وبيقول للباقي انهم يستمروا في الهجوم. وبيقول بطلنا ان مينغ متفائل جدا، بس هو نسي ان هو في البرية، ولو استمر القتال هتنجذب الوحوش التانية ليهم. وفعلا بتظهر وحوش من وراهم متغطية بطبقة من الطين من المستوى التاني، وبتستخدم هجمات بعيدة المدى. وبيهجم عليهم واحد من الفريق علشان يدافع عن مينغ، بس دفاع الوحش بيكون عالي جدا وبيقدر انه يهاجمهم بالطين ويثبتهم ويقلل قدرتهم على الحركة. وبيهجم على البنت الساحرة علشان يقتلها، بس بطلنا بيتدخل وبيقدر انه يقتل الوحش بضربة واحدة وبيرجع تاني لمكانه، وكل ده وهو في وضع التخفي. فبيستغرب الفريق كله من اللي حصل وازاي قدر انه يقضي عليه بضربة واحدة، لان حتى وحش من المستوى الاول بيبقى لازم الفريق كله يتعاون ل10 ثواني علشان يقدروا يقضوا عليه. ازاي وحش مستوى تاني يموت بضربة واحدة؟ فبينادي مينغ على الساحرة وبيسألها لو كانت شافته، بس هي بتقوله لأ. فبيأمل ان هو يبقى في صفهم، وبيطلب من الفريق ان هم ما يتشتتوش ويستمروا في الهجوم. وبتيجي رسالة لبطلنا انه قتل وحشين من المفسد وحصل على 40 نقطة خبرة ونقطة تطور واحدة، وحصل على كتاب سهم الصم. وبيفعل بطلنا مهارة التطور على السهم وبينجح التطور وبتزيد إحصائيات السهم. وفي نفس اللحظة بيقدر الوحش إنه يتغلب على مينغ وبيسدد له ضربة بيقدر إنه يخترق درعه. فمينغ بيطلب من باقي الفريق إن هم يهربوا، بس بيقطعهم سهم بيخترق راس الوحش وبيقلل نقاطه للنص. فبتصطدم المجموعة جدا وبتستمر استنزاف نقاطه وبيموت في الآخر. وبتيجي لبطلنا رسالة إنه تسبب في أكتر من 90% من الضرر، علشان كده الغنايم هتكون ملكه. وحصل على 600 نقطة خبرة ووصل للمستوى الثالث، وحصل على نقطتين تطور. وبفضل مهارة التخفي لبطلنا يقدر انه يفضل مختفي ويرمي سهامه، ودلوقتي مفيش حاجة في اللعبة هتقدر توقفه. وبيستغرب مينغ من قوة بطلنا وبيلاحظ ان اختفى ضوء الغنايم،
فبيقف وبيشكر بطلنا وبيسأله عن اسمه، فبيرد بطلنا انه ما يشكروش، وفي البرية ما يثقش في الناس بسهولة. فبيفهموا مينغ وبيشكره على النصيحة وبيسيبه علشان يشوف غنايمه، وبيعرفه بنفسه وبيقول له لو احتاج حاجة فما يتأخرش في سؤاله. وبيقول بطلنا انه يقدر يثق في مينغ، وهو بيتمتع بدعم من الحكومة علشان كده يقدر يبيع له الغنايم الغير مستخدمة، وبيفعل يد الجشع، وبيحصل على 3 نقاط تطور ودرع جلدي من المستوى برونزي، وبيجهزها على جسمه. وبيقول ان عنده كتير من المعدات الفئات التانية وكتب المهارات، وبمجرد ما تمتلئ الحقيبة هيرجع للمدينة ويستبدلهم بعمر افتراضي. وبنعرف ان نمو بطلنا بقى اسرع 100 مرة من حياته السابقة، وبيتوعد لسونغ فاي انه جاي له قريب. وبنشوف مجموعة من اللاعبين بيقاتلوا الوحوش، وبتستمر الوحوش انها تيجي وما بيقدروش يتغلبوا عليهم، وبيظهر لهم زعيم الوحوش وبيقدر انه يقضي عليهم بهجوم قوي جدا. واللاعبين بترجع تاني على المدينة، وبنعرف ان علشان تخرج من اللعبة لازم توصل للمستوى الثالث، واللاعبين ما بيقدروش انهم يهزموا الوحوش، ومهما جمعوا من الافراد الوحوش بتزيد. ولو عدد كبير من اللاعبين يتجمعوا مع بعض بيظهر ليهم زعيم الوحوش. حتى ان مره حاولت مجموعه من 40 فرد اتحدوا، ظهر لهم وحش اسمه الملعون وقدر انه يقتل منهم 30 واحد بضربه واحده. وبتظهر ليز مع الفرقه بتاعتها وبتصيبهم خيبه الامل لانهم اتهزموا من الوحوش، وبيكونوا عايزين يخرجوا من اللعبه لانهم دخلوا وهم نايمين، يعني وعيهم بس هو اللي موجود، ولو ما تمكنوش من الخروج اجسادهم هتموت من الجوع. فبتغضب ليز جدا وما بتبقاش معاها غير 10 سنين بس لانهم ماتوا 3 مرات. وبتظهر شاشة المتصدرين وبيبقى بطلنا هو الاول، فبتستغرب ليز وبتسأل ازاي بيرتقي بالمستويات بالسرعة دي، وبتقول ان اكيد عنده اساليب مختلفة، وبتبقى عايزة طريقة تخليه يوصلهم للمستوى الثالث علشان يغادروا اللعبة. وبتيجي في دماغها فكرة وبتطلب من فريقها انهم ينشروا الخبر ده، انها بتعرض على الرجل الظل 10 مليون من المال الحقيقي لو قدر انه يوصلهم للمستوى الثالث. وبنروح عند بطلنا وبيكون بيقاتل في الوحوش وبيحصل على نقاط خبرة وتطور، وبيكون جمع نقاط تطور كافية علشان يطور يد الجشع، وفعلا بينجح انه يرقيها. وبيجيله رسالة انه دلوقتي بقى عنده احتمالية من 110 ل 160% انه يحصل على غنايم اضافية، و20% من الغنايم بتكون نادرة. واثناء ما هو بيطور مهاراته بيظهر قريب منه وحش الملعون، وبيكون قضى على مجموعة من اللاعبين وبيتغذى على الحياة بتاعتهم علشان يطور من زعيم برونزي لزعيم فضي. وبيبقى بطلنا متضايق علشان شنطة ادواته بتكون مليانة، ولو قتله مش هيقدر يخزن الاشياء اللي هتسقط منه، فبيقرر انه يحط علامة على الخريطة وهو هيفضي الحقيبة ويرجع له تاني. وبنرجع على المدينة وبتكون الاشاعات انتشرت بسرعة بخصوص العرض اللي عرضته ليز، وبيظهر بطلنا بين الناس وبيقعد على الارض وبيظهر المعدات والمهارات اللي هتتباع، وبيتفاجئ الناس منه وانه ظهر امتى، وبيبقوا مصدومين من الادوات اللي هو لابسها لانها من مستوى برونزي، غير الادوات اللي عارضها للبيع من مستوى برونزي برضه. واول ما بيشوفوا اسمه بيعرفوا ان المتصدر الاول على اللوحة. وبتجيله بنت جميلة جدا ومغطية وشها وبتسأله عن سعر تعويذة المخروط الجليدي، فبيرد عليها 100 يوم قابل للتداول، وبيقول انها اكيد غراي روز صاحبة المرتبة ال11 في القرية، وبتطلب منه انه ينزل السعر شوية. فبيعرفها ان تعويذة المخروط الجليدي بتزود من سرعة القضاء على الوحوش في المراحل المبكرة، وبالنسبة للساحرة 100 يوم رخيصة جدا. فبتسأله لو ممكن تدفع له بفلوس حقيقية، فبيعرفها انها ممكن تشتري حياة قابلة للتداول وتيجي تعقد معاه صفقة. فبتقول له استنى دقيقة، وبتعرض على فريقها بس محدش بيعترض، فبتطلب منهم ينقلوا حياتهم ليها وهي هتدفع لهم الفلوس لما يخرجوا من اللعبة. وبتشتري التعويذة من بطلنا، واثناء ما هي ماشية بتظهر ليز وبتقول لبطلنا انه اخيرا ظهر، وبتعرض عليه انه ينقلها للمستوى الثالث، ولما يرجعوا للحياة الحقيقية هتديله 100 مليون. وبتعرفه ان والده هو رئيس شركة دا جيانغ للصناعات ويقدر يسأل اي حد وما يلاش بشأن الفلوس. وبيعرفنا بطلنا ان هي جيانغ لي، وفي حياته السابقة كانت زعيمة عصابة إجرامية وتم القضاء عليها من قبل السلطات. والتقارير بتقول إنها استخدمت النقود علشان تشتري حياة قابلة للتداول كطعم، وخطفت أشخاص كتير يشتغلوا عندها واللي رفضوا قتلتهم. فبيرد عليها الظل إنه بيرفض عرضها، فبتكلمه ليه يثبت عالي وبتعرفه إن محدش عارف إيه اللي بيحصل في اللعبة، ولو انضم ليها فهي هتضمن ليه إنه يعيش زي الملوك من سيارات ومنازل ونساء وكل اللي يحلم بيه. فبيرد عليها ببرود وبيعرفها إنها لو ما كانتش عايزة تشتري حاجة فتمشي. فبتغضب ليز وبتقول له انها بتقدم له معروف قصاد مساعدتها ليه، ولو كانوا في الحياة الحقيقية كانت علمته درس مش هينساه.
فبيغضب الظل جدا وبيفعل نية القتل، وبيقول لها لو اتكلمتي كلمة كمان هقتلك لحد ما توصل حياتك للصفر. فبتخاف المجموعة كلها وبتطلع تجري من المكان. وبيكمل بطلنا وبيبيع كل حاجة في المتجر وبيجهز نفسه عشان يروح للملعون تاني، وبيقول ان لحد اللحظة دي محدش عارف ان الحياة القابلة للتداول تقدر تستخرج المهارات للواقع الحقيقي، واللعبة هتتسبب في انهيار نظام الواقع الحقيقي، ووقتها القوة بس هتكون هي اساس كل حاجة. وبنشوف ليزو بتكون تعبت من الجري ومتضايقة جدا لان الظل ما اكتفاش بس برفضها، ده كمان هيهددها وبتوعده انها لما ترجع للواقع هتدور عليه وتقتله. وبيجي لها لاعب وبيعرفها بنفسه واسمه ماو ليجون، وبتقدر تناديه بماو او بماو العجوز، وبيقول لها انه حاليا لسه في المستوى التاني بس عنده حيل تقدر تساعدها في الترقية مقابل نفس العرض اللي عرضته على الظل. فبتسأله ليز ايه هي الحيل دي، فبيعرفها ماو ان في الطبيعي هو ما بيشاركش المعلومات دي، بس بما انها لليز فيستثنيها علشان نبين صدقي. وبيعرفها ان لو عايزه تتقدم بسرعه لازم تحط كل نقاط السمات في السرعه، بالطريقه دي هتكون سرعتنا اكبر من سرعه الزواحف. فبتتضايق ليز لانها حطت كل نقاطها في القوه، وبتقول لماو شكلك عارف حاجة ولا اتنين، تمام ساعدني ارتقي بمستواي بس انت مش قوي زي الظل، علشان كده هديك 5 مليون هديها لك لما ارجع للواقع. فبيوافق ماو وبيقول ان ممكن يكون الظل قوي بس اكيد غبي جدا علشان يرفض ال10 مليون. وبنروح عند بطلنا وبنشوفه وصل عند وحش السيد الملعون، وبيكون اتطور للمستوى الفضي ومتغطي بضباب رمادي ولسه في مرحلة التطور. وبنعرف ان عملية التطور من الفضي للذهبي بتاخد من 7 ل 8 ساعات، بس بطلنا ما يقدرش يستنى كل ده وبيبدأ الهجوم على الوحش بسهم السم. وبنعرف ان الزعيم الفضي بتتراوح صحته من ضعف ل3 اضعاف صحة زعيم برونزي، وده بيعادل سهمين او 3 من سهام السم. والسيد اللعنات هو زعيم من نوع الصحراء ومعظم مهاراته هي هجمات مجالها واسع وبتسبب ضرر عالي. وبعد هجوم بطلنا الاخير نجا على اخر لحظة وتفادى هجوم الوحش، لان مع نقاط صحته والدفاع الحالي ليه لو كان اتعرض للهجوم كان مصيره الموت. فبيقرر انه هيستنى فترة التهدئة للوحش ويشن عليه هجوم ويفعل خاصية التخفي تاني علشان يخرج من نطاق هجومه. وفعلا بتيجي اللحظة المناسبة وبيهجم على الوحش تاني، ووقتها صحة الوحش بتكون قربت تخلص فبيحاول انه يهرب علشان يستعيد طاقته، بس بطلنا ما بيدلوش فرصة وبينفذ هجومه الأخير عليه. وبيجيله إشعار إنه قتل سيد اللعنات وحصل على 1800 نقطة خبرة ووصل للمستوى الخامس، وحصل على 4 نقاط تطور و124 نقطة حياة قابلة للتداول. فبيستخدم مهارة يد الجشع وبيحصل على 4 نقاط تطور إضافية، وحصل على 124 يوم قابل للتداول مرتين. وبتجيله رسالة إن تم تفعيل تأثير يد الجشع الإضافي، وواحدة من الغنايم تم ترقيتها للمستوى الذهبي. وبنعرف إن الوحش أسقط 7 أو 8 قطع من المعدات وحقيبته فيها 10 فتحات، وبتمنى لو وقع خاتم تخزين او اي حاجه تزود مساحه التخزين. وبنروح على القريه وبنشوف فريق وانغ انه تمكن من الوصول للمستوى الثالث ورجعوا للقريه بامان. وبتكون الساحره اللي في الفريق متضايقه علشان ما قدرتش تضيف بطلنا كصديق عندها في الوقت ده. وبنشوف قائمه المتصدرين وبيظهر في المرتبه الاولى الظل وصل للمستوى الخامس، والمرتبه الثانيه هو وانغ مينغ وصل للمستوى الثالث. فبيتصدم كل اللاعبين من اللوحة وازاي وصل بالسرعة دي للمستوى الخامس وهو كان لسه من شوية في المدينة وبيبيع معدات. وفريق وانغ بيتوتر جدا بس بيطمنهم وانغ وبيقول لهم انهم يرجعوا للواقع ويعرفوا اهلهم واصدقائهم عن اللعبة الملعونة علشان العالم على وشك السقوط في فوضى، وعلى الاقل لازم يحذروا اهلهم علشان يبقوا مستعدين. وبيستيقظ وانغ في سكن ضباط الشرطة وبيكون جميع اصدقائه قلقانين عليه، وبيطلب منهم وانغ انهم يعملوا اجتماع بسرعة علشان في حاجة ضرورية لازم يتكلموا عنها. وبيحكي لهم وانغ على اللي حصل كله وان تم انقاذه من الظل. وقتها هو كان في المستوى الثالث، بس لما وصلوا للمستوى الثالث وقبل خروجهم للواقع كان وصل للمستوى الخامس. فبيستغرب قائد الشرطه من اللي حصل وبيتساءل ليه ما خرجش للواقع بعد ما وصل للمستوى الثالث وازاي اتطور بالسرعه دي. وبتكون في بنت معاهم اسمها انيو وبتقول لهم انه ممكن يكون من المتحولين لان اغلب الوقت بيكونوا ايتام وبيصيروا اقوياء بسرعه كبيره. فبيقول له قائد الشرطه انها تقلل من قراءه الروايات وبلاش تقول نكت في المواقف اللي زي دي، وبيعرفها ان المعلومات اللي قدمها وانغ من اللعبه الملعونه هي نفس المعلومات من كبار المسؤولين، وفي بحث بيبين ان بعض كبار السن بيموتوا بعد مده قصيره من نومهم. وبعد جمع المعلومات ومقارنتها مع اللي عادوا للواقع فهم ماتوا فعلا اكتر من مرة جوه اللعبة، وده معناه ان لو وصل عمرك للصفر في اللعبة فانت هتموت في الواقع. وبيعرفوا ان كبار المسؤولين اصدروا امر بتشكيل فريق لاستكشاف اللعبة الملعونة ومشاركة المعلومات، علشان كده لازم نشكل جيش كبير من المحترفين بسرعة لان الحدث ده بيأثر على العالم كله وكل الدول
بتشتغل بأقصى حاجة عندها عشان تستكشف اللعبة الملعونة، ولو اتأخرنا ده معناه إن فقدان السلطة في العالم. علشان كده لازم نحصل على المعلومات بأي تمن. وبينادي على أنيو وبيقول لها إنها هتتولى قيادة الفريق الأول، ووانغ مينغ هو النائب بتاعها، وهم هيختاروا زملائهم في الفريق. وأول مهمة ليهم إنهم يحاولوا تكوين صداقة مع الظل، لأن هيكون من الأحسن لو قدروا إنهم يضموا الظل ليهم وحصلوا على كل المعلومات اللي بيمتلكها. وبالنسبة للباقيين أهم حاجة عندهم إنهم يحافظوا على استقرار المجتمع، وبيأمر الجميع بالانصراف. وبنروح لشياو اخت بطلنا، وبتكون في المدرسه وبتكون متضايقه جدا لان من اخر مره شافوا بعض فيها حصلت احداث كتيره، وتشين اخوها ما اداش اي رد فعل، وحتى انه ما جاش يعتذر لها، مع ان في كل مره كان يغضب منها كان بيجي يهديها ويعتذر لها. وبتقرر انه لو ما جاش يعتذر لها 1000 مره هي مش هتسامحه. وبتبقى مبسوطه لانها ولحسن الحظ راحت وشافت سونغ في امبارح، لان بمجرد صدور اللعبه الملعونه ممكن ما تجيش فرصه تانية. وبترجع بيتها وكل تفكيرها في سونغ في وقد ايه هي مفتقداه، وبتفتكر انها لما هتنام هتدخل اللعبه، واكيد سونغ في هيدخلها برضه، وبتتمنى انها تقابله في اللعبه، وبتفتكر ان تشانغ وي وصل للمستوى الثالث بسرعه، فبتقرر انها تساله، وفعلا بترن عليه وبتساله عن استراتيجيه يقدر يشاركها معاها. فبيفرح تشانغ جدا لان واحده زي تشاو بتساله عن استراتيجيات، وبيشوفها فرصه علشان يقدر يحصل على شياو، وبيقول لها انها جت عند الشخص المناسب، وبيعرفها ان في بدايه اللعبه تحط كل نقاط سماتها في خفه الحركه، والا مش هتكون سريعه كفايه قدام الوحوش. وبتساله لو كانت برضه تحطهم في المرونه لو كانت من فئه الصحراء، فبيرد عليها لانها هتزود من سرعه تنفيذ التعويذات، وده مهم جدا في بدايه اللعبه. وبتقول له هتعمل ايه لو ما قدرتش تكسب حتى بعد ما ضافت كل النقاط للخفه، فبيعرفها انها تشكل فريق عشوائي علشان تزود مستواها، واول ما يكون الانتقال الآني مفتوح هو هيبحث عنها ويساعدها ان هي تعلي مستواها. فبتفرح جدا لانها لقت حد يشيلها وتعتمد عليه. وبتنهي المكالمة وبتتجهز علشان تنام وتدخل اللعبة، وبتتوعد لاخوها تشين، وبتكون فاكرة انه بيتكبر عليها علشان ما جاش يعتذر لها، وبتقول انه اول ما هيدخل اللعبة هيشوف هي بقت قوية قد ايه، وقتها هي مش هتساعده يعلي مستواه. وبنروح عند بطلنا تشين جوه اللعبة، وبيكون قاعد بيشوف المعدات اللي اسقطها الوحش الملعون، والعنصر اللي اتطور للمستوى الذهبي بيكون خاتم اللعنة، بيكون صالح لكل الفئات، وبيزود جميع السمات 8 درجات، وبيقدر انه يقاوم العناصر المظلمة، وبيضاعف هجوم نقاط الضعف ومتطلبات المعدات المستوى الرابع. فبيفرح بطلنا جدا لان 8 نقط سمات بتعادل 32 نقطة سمة، وتأثيرات الخاتم ده هيكون مفيد جدا قصاد وحوش كتيرة جدا. وبيلاقي مهارة فضية من نوع القاتل واسمها الضربة الظلية الفورية، وهي انها بتدخله في حالة غير مرئية لوقت معين يقدر خلالها انه يوجه 3 ضربات لجميع الاعداء. فبيفرح جدا بالمهارات دي وبيتعلمها بسرعة، وبيستغل نقاط التطور وبيطور يد الجشع، وباقي النقاط بيطور بيها المهارة الجديدة الضربة الفورية 3 مستويات. بس بيستغرب لان بعد تطور المهارة وقت التهدئة ما اتغيرش، بس مش مشكلة لان بعد ما اعتماده على مهارات الظل الفورية يقدر يكون غير مرئي للابد. باقي الحاجات ملهاش قيمة، ممكن بس كتاب مهارات المحارب من الدرجة الفضية يقدر يبيعه بسعر حلو. وبيفاجئ بطلنا 3 وحوش من الزواحف جايين بسرعة بيهاجموا عليه، بس بطلنا بياخد باله وبيقول ان توقيتهم حلو جدا علشان يختبر قوة المهارة الجديدة، وفعلا بيفعل الضربة الظلية الفورية وبينجح انه يقتل الزواحف بهجوم واحد. وبيفرح جدا لانه كده قصر وقت القتال، لان سهم السم كان بياخد هجومين او 3 علشان يقتل الوحوش، وده معناه ان فرصة حدوث الحوادث اقل. وفي الوقت ده بيكون عند بطلنا 618 يوم من العمر القابل للتداول، وعلشان يقدر ينقل مهاراته ومعداته للواقع لازم يستخدم ما يقلش عن 2.5 سنين، وبالتحديد 900 يوم. علشان كده قرر انه يرجع القرية ويبيع كل العناصر الموجودة في الحقيبة، وبالشكل ده ممكن يوصل للحد الادنى من العمر. وبمجرد وصوله للمستوى العاشر هيقدر انه ينقل مهاراته ومعداته من اللعبة للواقع. وبيلاحظ بطلنا صوت جاي من مكان قريب منه، ولما بيتأكد منه بيعرف انها ليز، والشخص اللي كان بيساعدها بيهنيها انها وصلت للمستوى الثالث، وبيقول لها ده وقت انك توفي بوعدك. فبتقول له ما تقلقش، اول ما ترجع للواقع اتصل بيا على الرقم ده. وبتطلب منه انه يبيع لها عمره القابل للتداول، وهتديله 10,000 مقابل كل يوم من عمره.
وهتضيفهم على فلوسه. فبيضحك جدا وبيقول لها مفيش مشكلة، وهيكملوا كلامهم في الواقع. وبيبقى مبسوط جدا لان مادام يقدر يجدد عمره في اللعبة يقدر انه يحوله لفلوس حقيقية. وبنروح عند بطلنا وبنشوفه بيفعل بوابة النقل الآني في بلدة شيل، وبنعرف ان تشكيل النقل الآني لازم يكون من اتجاهين، وما بيكونش مفيد من إضاءة جانب واحد. لازم يكون في شخص تاني من مدينة أخرى وصل للمستوى الخامس ونشط تشكيل النقل الآني. وبيتذكر في حياته السابقة كان سونغ فيه في مدينة فاير فلاي، وكان بإمكانه إعداد تنبيه يعرفه على طول لو حاول شخص تاني تنشيط النقل الآني. وبيقول إنه مش من الصعب التنقل بين المدن، الهدف الرئيسي هو الوصول للمستوى العاشر وبعدين التوجه للعالم السماوي المهجور. وبيظهر بطلنا فجأة في القرية ومجهز الأدوات والمعدات اللي هتتباع، وبيفرح كل اللاعبين وبيكونوا مجهزين أعمار علشان أول ما يظهر يقدروا يشتروا منه، لأنه في آخر مرة باع تعويذة الجليد وده خلى مستوى غراي يرتفع في لوحة التصنيفات للمركز التاني. وبيأملوا إنهم يلاقوا مهارات للسحرة المرة دي. وفي واحد من الواقفين بيشوف كتاب زئير المعركة من المستوى الفضي فبيشتريه ب 300 يوم. فبيستغرب واحد من الشخص اللي دفع 300 يوم وبيتساءل لو انه يستحق فعلا العمر ده كله. فبيرد عليه صديقه انه باستخدام كتاب المهارة ده هتزداد كفاءة المحارب في جمع وحوش الغوغاء اكتر من مرة، ويقدر انه يستعيد ال 300 يوم دول في يومين بس. فبينجح بطلنا انه يبيع كل العناصر وبيجمع 650 يوم قابل للتداول، ودلوقتي معاه 2174 يوم. بس ده مش كفاية بالنسبة له لانه عايز ينقل مستواه وسماته ومهنته ومعداته، علشان كده هو لسه بعيد جدا. وبتيجي بنت جميلة جدا وبتنادي عليه وبتقول له ان معاها كنز لو هو عايزه. فبيبص بطلنا عليها وبيلاقي ان معاها خاتم الفضاء، وده بيحتوي على 12 فتحة من مساحة التخزين، والخاتم ما بيأثرش على مكانه في الحقيبة. فبيصيب بطلنا حالة من الذهول وبتلمع عينه لان الخاتم ده معدل سكوته قليل، ومعنى ان ساحرة تحصل عليه في وقت مبكر من اللعبة ان حظها جيد جدا. فبيسألها هتبيعه بكام، فبتعرفه ان هي مش عايزة عمره، هي عايزة تضيفه كصديق، وبتطلب منه انه يشكل فريق معاها علشان يقتلوا احد الزعماء. فبيوافق على طلبها للاضافة وبيسألها على نوع الرئيس ده، فبتعرفوا انه من المستوى الذهبي. فبيسألها على اسمه، فبتعرفوا انها ما قدرتش انها تشوفه لانه كان بعيد جدا، بس شافت قارب ممزق في المستنقع. فبتسأل بطلنا لو كان سفينة الشبح الذهبية لانها بتعتبر زعيم خاص ونادر وممكن انه يظهر في اي مستوى ومظهره منخفض جدا. بس بيسقط معدات مفيدة جدا، وفي كل مرة بتظهر فيها السفينة هتقوم معركة شرسة بين النقابات، واكيد هي السفينة دي اللي بتظهر في المدينة بالمستوى الخامس، والمستوى ده هو الاسهل في القتل. بس بتساءل انها قدرت توصل للسفينة الشبح الذهبية وكمان معاها خاتم التخزين النادر، وعضوة في جماعة وانغ مينغ. هل ممكن انها تكون سمكة الكوي اللي سمعت عنها في حياتي السابقة؟ فبيسألها هي لقت الزعيم ازاي. فبتعرفوا ان بعد ما انهت الوجبة بتاعتها حبت ان هي ترجع للعبة وتعلي مستواها، بس ما كانش عندها حاجة تعملها، علشان كده راحت في نزهة حوالين المكان واكتشفت الزعيم اسفل الجرف. وبطلنا بيقول ان في حياته السابقة كان في إشاعة بتقول إن جماعة وانغ كان عندها عضو ببنية سمكة الكوي، ولما بتتجول في البرية بتقابل زعماء نادرين وصناديق كنز وغيرها من الأشياء الثمينة. في البداية قلت إنها ستارة علشان يخفوا المعلومات اللي عندهم، بس ما توقعتش إنها حقيقية. وبتستغرب البنت الساحرة من نظرة الظل ليها وبيقول لها مفيش حاجة وبياخدها وبيمشوا. وفي الوقت ده بيكون متابعهم واحد من عصابة، وأول ما بيشوفهم خرجوا من المدينة بيرجع لزعيمهم وبيعرفوا. فبيجهز الزعيم نفسه وبينادي على رجالته ييجوا معاه. وبطلنا بيقول للساحرة إنه يقدر يساعدها في محاربته، ولو أسقط أي معدات أو كتب مهارات تحتاجها فهو هيديها لها والباقي هيكون ملكه. فبتستغرب البنت من كلامه، بتسأله بالنسبة للكابتن وانغ مينغ أو الآخرين هنعمل معاهم إيه. فبيقول لها إن مجموعتها فيها كل أنواع الفئات، ولو وزع عليهم الغنايم مش هيتبقى له حاجه ومجهوده هيروح في الارض. فبتقول له خلاص ماشي خلينا زي ما انت عايز، بس ممكن اطلب منك طلب، لو لقينا معدات للكابتن وينغ والباقيين ممكن تبيعها لنا بسعر منخفض. فبيوافق على طلبها. فبتقول له خلاص ماشي خلينا نبدا لما يرجع الكابتن وانغ من غير اللعبة، بس دلوقتي هنروح فين؟ فبيقول لها انهم في طريقهم لمحاربة الزعيم من المستوى الذهبي. فبتتصدم جدا الساحرة وبتتثبت في مكانها وبتقول له انت قاتل وتقدر انك تكون غير مرئي، انما انا ساحرة ما اقدرش اتحمل هجوم واحد منه. فبيعرفها انه لوحده كفاية وهي تقدر تقف تتفرج من مكان بعيد وامن. فبتصدم اكتر من كلامه وبتتساءل ازاي شخص واحد يقدر يقتل زعيم المستوى الذهبي، وفجأة بيختفي من قدامها وبتفضل تنادي عليه. وبنلاقي ان العصابة كانوا بيتتبعوهم والظل لاحظهم، وبأول ما بيشوفوا ان الظل اختفى زعيمهم بيقول ان اكيد كان بيخدع الفتاة.
وسابها لوحدها في الغابة، وبينادي على باقي العصابة وبيأمرهم انهم يجيبوا البنت دي علشان تكون حفلتهم الليلة. وبيتحمس كل افراد العصابة، بس بطلنا بيفاجئهم بهجوم قوي من وسطهم، بيقدر انه يقتل 5 لاعبين مرة واحدة، وبيحصل منهم على 12 يوم قابل للتداول. وبيرجع تاني للساحرة وبتسأله انت رحت فين، فبيعرفها ان كان في مجموعة من اللاعبين بتتتبعهم، بس هو رجعهم المدينة وبيكملوا طريقهم لمواجهة الزعيم. وبنروح للقرية وبنشوف شياو أخت بطلنا، وبتكون انتهت من مراسم الاختيار وبقت معالجة وحصلت على فئة مخفية وهي التضحية، وبتبقى مبسوطة جدا لأن أكيد المهارة دي قوية جدا، وبيبقى مفيش في دماغها غير سونغ في وهو فين دلوقتي، وهو عارف موضوع النقاط في بداية اللعبة ولا لأ. وبتبقى متضايقة جدا من تشين لأنه طول الوقت كان بيبقى مهتم بيها، ولما جه الوقت اللي هي محتاجاه تعتمد عليه مش لاقياه، بس بتقرر انها تسيبه وراها لان عندها مهارة مخفية. وكمان تشانغ وي وعدها انه هيساعدها في الارتقاء، وبتلاقي قدامها قائمة المتصدرين وان الظل المصنف الاول وصل للمستوى السادس، فبتتريق على تشانغ وي لانه لسه في المستوى الثالث وعمال بيتباهى بقوته، وبتقول ان هي لو اعتمدت على الظل فهي هترتقي اسرع في المستوى من تشانغ وي، بس بتبقى مش عارفة تروح فين علشان تلاقي الظل. وبتلاقي قدامها مجموعة من اللاعبين والمعالجة بتاعتهم مش موجودة، وما يقدروش انهم يبداوا قتال الغوغاء بدون معالجة، وما بيكونش قدامهم حل غير انهم يدوروا على معالجة جديدة. فبتبتسم شياو وبتسألهم لو محتاجين معالجة، وبتعرفهم ان عندها مهارة مخفية وهي التضحية بالحياة. وبنروح عند بطلنا وبيكون وصل عند المستنقع في نهاية الجرف، وبيتأكد انها سفينة الاشباح الذهبية، فبيقول للساحرة انها تستناه هنا وتخلي بالها من الكمائن، وهو هيروح يتعامل مع الزعيم. ما بتلحقش انها ترد عليه وبيكون الظل اختفى من قدامها وفي طريقه علشان ينفذ أول هجوم ليه. وأول ما بيقرب من السفينة بتيجي رسالة إن بسبب السفينة فالمنطقة بقت منطقة عنيفة ومعدل فقدان العمر 100 مرة، وبيظهر له عداد زمني مكتوب فيه 45 دقيقة. بيقول بطلنا إن بمعدل فقدان العمر ده البقاء هنا لمدة 15 دقيقة بيعادل يوم واحد من عمر الإنسان، والنوع ده من المجال العنيف المؤقت ملوش تأثير كبير. وبيقول إن لحسن حظه إن لسه معاه 45 دقيقة والوقت ده أكتر من كفاية لقتله. وبيبدأ تنفيذ الضربة الظلية الفورية وبيستخدم سهم السم، وبيكون من الصعب القضاء على سفينة الشبح لأن كتير من الناس ما بتبقاش عارفة فين مكان نقطة ضعفها. بس بطلنا بيقول إن نقطة ضعفها الحقيقية مش الهيكل أو السفينة، بس بيكون الجرس اللي مربوط في أول السفينة، وأول ما هتهاجم نقاط ضعفه فهو هيتحكم في المستنقع المائي المحيط بيه ويشن هجوم ضخم. الهجوم ده بيسبب ضرر كبير بشكل غير طبيعي لدرجة إن المحاربين اللي لابسين دروع فضية ما بيتحملوش الضربة، بس بيقدر انه يهرب من الهجوم بسبب رشاقته. وبعد انتهاء هجوم المنطقة هيستدعي 12 شبح مائي متحلل، كل واحد فيهم عنده قدرات المستوى الفضي، وال 12 شبح هيهاجموا بعنف بحالة من الجنون. وكل 3 دقايق السفينة هتستدعي شبح متحلل لحد ما الوقت ما يخلص، ولو ما قدرتش انك تتعامل معاهم بسرعة فهيزداد عددهم جدا. بس بطلنا بيكون في حالة التخفي من بداية القتال ومش هيقدروا انهم يكتشفوا مكانه، وكل اللي بيدور عليه هو الزاوية الصحيحة لشن هجوم تاني على السفينة ويدمرهم كلهم مرة واحدة. وتكون الساحرة في حالة من الذهول وبتقول هو ده المصنف الأول قوي جدا، وبيظهر ويختفي من غير أي أثر، والزعيم فقد قوته وحتى ما كانش قدامه فرصة لهجوم مضاد. بس بتتصدم لأن بطلنا بينادي عليها وبيقول لها إنه هيموت بعد شوية وبلاش تعملي اي حاجة، استنيني لما ارجع تاني للحياة. فبتتردد جدا وبتسأله ليه وازاي انت مش قادر تسيطر على القتال، وبتتضايق جدا لانه ناداها بالصغيرة السوداء وبتعرفه ان اسمها البرقوق الاسود. وبيظهر في الغابة العصابة اللي تصدلها الذل قبل كده، وبيكون الزعيم هو في قمة غضبه لان على الرغم من قوته في الماضي الا انه تعرض للإهانة والتنمر من بنت صغيرة. وبيجيله واحد من رجالته بيعرفه انه عرف مكان البنت اللي بيدوروا عليها وبتكون موجودة على التل قدامنا بالظبط، والظل بيواجه الزعيم لوحده اسفل المنحدر. فبينادي على افراد العصابة بيتجهوا للمكان وبيقول انه جمع كل العصابة واكيد هيقدر انه يقتل الظل. وبنروح عند بطلنا وبيكون فيه قتال ملحمي، وبيقول ان دلوقتي اصعب وقت للتعامل معاه لان اول ما توصل قوته للنص بتطلق السفينة موجة روحية ضخمة بتأثر على كل المنطقة حواليها، ومش هكون قادر ان اتحرك لمدة 5 ثواني علشان كده ما اقدرش اتفادى الهجوم. وفعلا بيموت الظل وبيخسر 326 يوم غير قابل للتداول و1087 يوم من عمره القابل للتداول. وبتوصل لأفراد العصابة المنحدر وبيضحك الزعيم جدا وبيتريق على الظل لأنه اتغر بنفسه
لما الناس ندهت عليه بالخبير اكتر من مرة لدرجة انه تحدى زعيم ذهبي لوحده، وبيأمر العصابة انهم يقضوا على الزعيم لان ما تبقاش معاه غير نص طاقته ويقدروا يحصلوا على عمر الظل اللي فقده. بس بتحصل حاجة غريبة وبيظهر قدامهم نور ابيض وغيوم، وبتستغرب كل افراد العصابة